بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، يسعد صباحكم يا رب بكل الخير، صباح السعادة، صباح الفل عليكم، صباحكم يا رب معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى، اللهم امين يا رب. نتمنى يا رب روتين النهارده يعجبكم باذن الله. عايزه لايكاتكم وكومنتاتكم عشان عائلتنا تكبر كمان وكمان، ربنا يسعدكم يا رب. دخلت استعنت بالله كده. اول ما دخلت على الهدوم زي ما انتم شايفين كده. بصوا، حطيت الغساله ورا بعضها، ما خدش مني اي وقت خالص. ربنا ما يحوجنا لحد ابدا يا رب، اللي حوجتنا جميعا لربنا سبحانه وتعالى، اللهم امين يا رب. والله عايزه نقول لكم، يعني انتوا عارفين لما بتكون لوحدك في غربة، ساعة ما بتتعبي، ساعة ما بتبقي مثلا يعني همدانة، تعبانة، كسلانة، في حاجة مش متظبطة معاكي، تيجي ساعة ما تستعيني هتستعيني بالله، لأ مش هتلاقي حد يعملك حاجة فعلا. ولو لقيت حد يعملك حاجة، انا كنت يعني مش عايزه نقول لكم اتصدمت في ناس ما كنتش متوقعه منهم كده ابدا، بس كل حاجه بتعملها في ميزان حسناتك عند ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد يعمل برضو الخير، ومهما يكون الانسان اللي قدامك اساء لك، جه عليكي، خد حقك ظلم، قول يا رب. حقيقي الواحد ما يستعنش الا بالله في كل اموره. حتى لو حد خذلني هنقول يا رب برضه، ما انا بنعمل لوجه الله عشان قلبي ما يموتش. الواحد لو اتعامل بمعامله اللي قدامك او الكلام ده، هتلاقي قلبك هتبقي ازاي، يعني هتبقي زيهم بالظبط، هيبقى قلبك استغفر الله العظيم يا رب في شحنات، في تراكمات، في غل، في حقد، في حسد. لا، الواحد يتعامل باخلاقه وبالرحمه اللي جواه. فعشان كده ربنا ما يحوجنا لحد ابدا يا رب، اللي حوجتنا لله سبحانه وتعالى. انت دايما تلاقي جوزك في ظهرك، دايما تلاقي اولادك في ظهرك، دايما تلاقي اهلك في ظهرك، وساعة ما تقول تعملي خير ويتجلب عليكي ما تزعليش، والله حقيقي ما تزعلي، قولي يا رب. انا عملت حاجات كتير مع الناس، بس ما كنتش نفكر، بصوا صدمة عمري ان الناس دي تبقى ده بتاخد من القناة، يعني اللي هو ايه، بصلك ان انت بتخدم القناة، ومع ان القناة مش مدخله لك حاجة، بصلك واقفة في ظهر جوزك، بصلك ان انت كذا ولا كذا ولا كذا. طب ليه ما الانسان يقول يا رب ادي العافية عشان تلاقيها في صحتك يا رب. ادعي الانسان، يدعي للي قدامه عشان يلاقيه في ظهره، يلاقيه في ظهر الغيب. ما حدش والله واخد منها حاجة. الانسان لما هيخش قبره هيتحاسب بعمله بس، ما حدش واخد من الحياة اي حاجة خالص. فعايزة نقول لكم لكل اخت عملت خير ما تزعليش عليه. انا عملت حاجات في حياته ومش زعلانه، لان عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا الحمد لله رب العالمين. دخلت بقى هنا زي ما انتم شايفين كده، الصاله كانت عندي، ملك كانت واقفه بتطبق لي الهدوم. بص، هو ما حدش بيفضل على حاله، يوم صحيه كويسه، يوم صحيه بتبقى ساعات مرهقه، يوم صحيه مثلا ما بتاخدي علاج، في علاج بيتعبك، فساعه ما تستعيني بالله هو ربنا اللي هيقف جنبك في كل شيء. ثم جوزك، ثم اولادك. حقيقي والله ده اللي انا لاقيه في حياتي عامه. دخلت بقى المطبخ كده، دخلت المواعين، مالك طبقت لي الهدوم بره. يعني في علاج بصراحة بناخده بيتعبني، هو ساعة يعني ايه قررته تاني، فلقيت نفسي لا مخليني همدانة كده. فبنتي ربنا يخليها لي يا رب بتساعدني، جوزي ربنا يديله الف صحة والف عافية يا رب، قبل ما بيطلع برضه وما بيلاقيني تعبانة برضه بيساعد معانا. فربنا يدي لكل زوج بيساعد زوجته يا رب الصحة والف عافية يا رب، اللهم امين. لميت بقى، كانت ملك طبقت لي الهدوم، ودخلت بقى على المطبخ. هنسيب نفسي كده، قلت لا ده انا هنقوم نغسل وشي وناخد حبة فيتامين ونتنشط عشان نعمل لكم الروتين اللي انتوا بتحبوه. خدت البوتاجاز عندي، كان عايزه نقول لكم كان جايب اخره، يعني مش اللي هو متسخ جامد، لا بس لقيت حته صغيره عليه كده، فقلت عشان ما يبص مني. وقفت بقى ندعك فيه، استعنت بالله وشغلت القران جنبي، اذاعه القران الكريم، ووقفت بقى مع نفسي كده، بدل ما هنقعد نزعل او نقعد نشيل هم، لا كله الواحد ما حدش واخد منها حاجه، وربنا رايد بكل شيء، ربنا ما يقول للشيء كن فيكون. فقلت ايه، ناخد بقى مطبخي، ناخد عيشتي، ناخد حياتي للأحسن وللأفضل، مش هنحط حاجة تزعلني في دماغي. عيالي عايزيني، بيتي عايزني، يعني الحمد لله يا رب. فالواحد لما بيتخذل والله من حد قريبك، بيتخذل من حد عملت معاه معروف، حد كنت وثقت فيها، قلت ده اختي، ده امي، ولا كذا ولا كذا، وتيجي الاخر تلاقي ان ايه، سكاكين بتتقطع فيكي
بتبقى بغصب عنك. طب ايه هو ايه ده؟ معقولة؟ طب ناخد جنبي ونبعد؟ طب ما فيها ارحام. طب حاجات يعني كده بتخليك ان انت بتقولي يا رب هون علي، يا رب اللي خير قدمه لي واللي شر بعده عني، وهتكفي لي بابك عليكي. مش هينفع ان تكفي لي بابك علي عشان فيها ارحام، بس اقل حاجه هتعمليها كل واحد في حاله الهجر الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه. ف يا الله المستعان يا رب. ربنا يعيننا على الايام الصعبه دي. بصراحه كمروه مصدومه صدمه يعني مش عايزه نقول لكم ازاي. ما كنتش نتوقع ان حد يجي. انا كنت دايما نسمع ايه ده، بنشوف حاجات على الفيسبوك على اليوتيوب نبقى مستغرب ونقول يا حول الله يا رب. فلما تلاقي انت نفسك تحط في الموقف برضه هتقولي يا حول الله يا رب. هتزعلي على اللي قدامك، هتزعلي على اللي قدامك. انت زعلانه عليه عشان هو عمال يشيل في ذنوب، وكنت تتمني ان الحد ده يبقى حد كويس في حياتك. عمال يشيل في ذنوب على الفاضي عشان لاجينك مثلا متأثرة مع جوزك، لاجينك مثلا تعبك وشجاك ربنا واقف معاكي فيه، لاجينك مثلا ان انت عماله تتعبوا على اخر نفس ليكي، وتلاقي حياتك متيسره بامر الله سبحانه وتعالى ومستكترنا عليكي. ما انت برضو اي انسان تعبان في حياته بتعيني جوزك. كفايه ان بتعيني جوزك وبالرحمه اللي ربنا قال عليه، يبقى انت كده جايه عليهم او واخداه منهم؟ لا بالعكس، الواحده يعني عارفه حقوقك ايه وتخافي ربنا في كل شيء. فالله الهادي المهتدي سبحانه وتعالى. الواحد بيقول رحمتك الواسعه، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب. حاجه صدمتني ان الله ده بتاخد فلوس من القناه، ده لسه مع قناتها معاها، ده وانتوا يعني سبحان الله، ده فلوس اللي بناخدها من القناه ولا كذا ولا كذا. يعني الانسان عارفه انت لما تقولي عشتي بس الحمد لله ربنا يجيبه، بس هتستحملي التعب اللي الانسان عايشه في حياته، هتستحملي ان انت يعني سبحان الله كل بيت فيه الحلو وفيه الوحش. بس ربنا يهون علينا الايام دي يا رب، اللهم امين يا رب. فمنقولها لنفسي والله قبل ما نقولها لكم، تعاملي باللي جواك، تعاملي بالرحمه اللي جواك، مالكيش دعوه باللي قال عليك، ومالكيش دعوه باللي انسان مش حابب يشوفك مبسوطه. لا، اتعاملي بروحك انت، بالرحمه اللي جواك وباخلاقك انت، وربنا يصلح من حالنا جميعا يا رب، اللهم امين. غسلت بقى البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده غسله كويسه الحمد لله. بصوا البريل الليمون ده تحفه. بعد ما خلصت بقى البوتاجاز غسله كويسه كده، طلعت بقى على الصاله. عايزه نقول لكم طبعا ايديا في الشقه على طول، بنخلص وبننزل المغربيه مثلا نروح الكشك عند جوزي او كده، فبنرجع بقى نلاقي الشقه بريحتها الجميله بالفرشه، الفرشات كويسه فيها، بس هناخدها وش برضو ايه، وش نظافه. اللي هو يعني بريل برضو اوكسي الوان تحفه تحفه، بيخلي الريحه جميله مع البريل اللي بيتفاعلوا مع بعض، بيخلي الريحه حلوه خالص. فده لما تيجي تسيجي برضو كده بيديكي طراوه، وفي نفس الوقت بتنضفي المكان. كل ده يعني بيخلي المكان يبقى نظيف، حتى تيجي تصلي يبقى المكان حواليك نظيف كده ومتظبطه حالك. بص ما بتاخدش معاكي حاجه، 10 دقايق تك ورا بعضه هتلاقي الشقه نظيفه معاك، وبنبقى عامله اكل ومظبطه هنا ومظبطه هنا. زي ما انتم شايفين الاوضه كنت عاملاها معاكم، يعني ساعه ما بنسيج برضو بناخدها كلها عشان السيراميك بيتسخ بسرعه. نيجي بقى نشغل القرآن وبسم الله ما شاء الله تلاقي ريح المكان حلو كده. نيجي فرشة بقى ومشغلة القرآن ومطفية النور، نخلي لمبة واحدة بس اللي هي الترجة مثلا، بصي تبقى قاعدة في هدوء تام. تلاقي كده نفتحها الشبابيك بالليل عشان برضو يدخلوا طراوة، فبتلاقي الجو بيساعدك برضو ان انت بتبقى نفسيا متزنة، نفسيا كويسة. فكل ده بتفرق معاك على فكرة. فكمروه منحبش نشغل نفسي بضغوطات او الكلام ده، لا بص بنرمي من ورا ده نازله بسرعه. ساعات بنحس ان حاجه مش عايزه نحط في دماغي مثلا حاجه الا الحاجه الايجابيه، بس الحاجه اللي تنفع ببيتي وتنفع بعيالي، تنفع بيا في بيتي، تنفع باهل بيتي كله. خلصت بقى كده اهوت. زي ما انتم شايفين كبيت بقى الميه. عايزه نقول لكم كل ده ما خدش معايا حاجه، الريحه جميله، ريحه حلوه خالص. عندك بخور بقى حطي، عندك معطر حطي، ما عندكيش اي حاجه من ده، حبه برفان صغيرين برضه رشيهم في صاله وفي اوضه اكفيليها وراكي، هتلاقي ريحه يعني ريحه طالعه حلوه، روايح جميله كده. كنت خلصت وكنت عايزه نعمل برضه رز بلبن، يعني كل ده ما خدش معايا اي حاجه خالص، ساعه كده ساعه ما كملش، وكنت مخلصه بقى كل ده لما كل ده.
عايزه نقول لكم معلش انا كلمتكم في كده النهارده، بس والله عارفين كمره ما بنحبش نسمع لحد. فلانه قالت لك لا، فلانه عادت لك لا، ما مديش بصي صوتي من دماغي. بس اللي هو بيبقى خلاص حاجات علني في وشك كده، انت بتزعلي ايه ده؟ انتوا مستكترين عليا ايه؟ يعني حاجه تخليكي سبحان الله. مش عايزه تزعلي من حد ولا تزعلي، انت مصدومه بس بتاخدي صدمتك ويقول عندك يا رب، وبتيجي مع نفسك بقى، مع نفسك اللي هو بالتليفون، مكالمه تليفون وخلاص على كده، عشان ما تشيليش وتزعلي وقلبك يغضب وتقولي يا رب ليه كده. لا 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 لا، هو ربنا سبحانه وتعالى الحقوق ما بتضيعش عند ربنا. واللي انت بتعمليه قاعد لك في عيالك وقاعد لك في بيتك. قاعده والله انا على طول بنعمل كده. هنزعل ليه؟ انا هبله وعبيطه؟ يا بختي عند ربنا باللي انتوا بتقولوه، او يا بختي على ربنا، يا بخت عند ربنا باللي انت بتقوليه عليا. فمش هنيجي نرد لك مثلا انت تعالي كذا ولا كذا، لا مش هنعمل كده ابدا. انا بقول يا رب انت جيب لي حقي بس كده. فالحمد لله رب العالمين. وانا اسفه برضو ان انا اتكلمت معاكم في كده، بس انتوا عارفين انتوا اخواتي، والله حاسه كده مش هنقول لكم نفسيتي تعبانه، لا انا مصدومه لما بتلاقي حد عملت معاه كل خير وعملتيه ام او اخت او اب، عملتي بصي بقيتي تنتجيها بكلمه الام كمان، زي امي كذا ولا كذا. وتيجي الاخر تتصدمي، ايه ده؟ ايه ده؟ معقولة؟ ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه ده؟ انا كنت بنسمع عن كده، عمري ما تخيلت ان انا اتحط في الموقف ده والله العظيم. فما تتحط كده في موقف تبقي تعبانة في حياتك، وواقفة جنب جوزك، واقفة جنب عيالك، وعارفة بيتك، وعارفة تعملي ايه الصح وايه الغلط، وعارفة حقوق ربنا، وبتسعي دايما تتفرحيهم حتى لو هم مش معبرينك، وبتيجي على نفسك تقول يا بنت زي بعض، وعشان خاطر الدنيا تمشي، وعشان خاطر عيالي ربنا يخليهم لي ويفدهم لي، والوجه اللي قبل اي حاجه. وتيجي تلاقي كده خلاص الصوت طلع وبقى عينك كده، فحاجه بتصدمك حقيقي. يلا الحمد لله رب العالمين. كده بقى كنت خلصت. خلصت كده الصلاه زي ما انتم شايفين، خلصت الاوض بس كده. هنخش بقى نعمل لهم رز بلبن. انا اسفه والله اتكلمت معاكم كده، انا كنت مضطره فعلا افضفض معاكم، انتوا اخواتي وانا بنحبكم كلكم في الله، بس سامحوني ان كنت اتكلمت معاكم في حاجه او فضفضت معاكم. انتوا عيلتي، وربنا سبحانه وتعالى يعني عالم باللي في قلبي، اخواتي واصحابي. فحبيت كده ان انا افضفض معاكم حقيقي، وانا بنحبكم من كل قلبي، وربنا يهنيكم ويسعدكم ويعمر بيكم في بيوتكم يا رب، ويبعد عنكم يا رب اذى الدنيا واذى الناس، اللهم امين يا رب. انا وانتم قولوا اجمعين اللهم امين يا رب. خلصت بقى كده الترابيزه اهيت، وخلصت الصاله فرشتها. هنطفي بقى النور بتاع الصاله ده، ما كانش عنده معطر بصراحه، حطيت حبه برفان كده بس بيدي ريحه حلوه. بس كده خلصت الحمد لله. كل ده زي ما قلت لكم ما خدش معايا وقت. هنخش بقى ايه نعمل رز بلبن. تمام. ده كنت عندي ايه، جبت رتل من اللبن اللي هو الكامل الدسم. تمام كده. هنخليه يغلي غلوه حلوه، وبعد كده هنجيب كوبايه رز اللي هو الرز المصري بتاعنا العادي ده، بس مش هنغسلها. تمام. هنيجي نازله بقى بكم معلقه سكر، يعني مثلا نقولي ايه نص كوبايه سكر بنظره عينيكي كده. وهنيجي حاطه برضو كريم شانتيه، كيس من الصغير ده 2 فانيليا. يعني خلاص كده حطيت السكر دوبته فيه. بعد كده هنحط كيسين فانيليا. تمام كده. وبعد كده هنيجي نازله بايه، هنيجي نازله بالكريم شانتيه بس كده، ونيجي مجلباهم بقى ايه تجلبه كويسه كده. ده الكريم شانتيه اللي هو بتاع التورته والكلام ده، بس انا جبته اكياس في فرط، بس جبت كيس. تمام كده. وهنيجي إيه زي ما انتم شايفين هندوبها كلها مع بعضها، يبقى السكر فانيليا كريم شانتيه وكيلو اللبن كامل الدسم. تمام كده. بس هنيجي مجلباه، ونيجي نازله بقى ايه بكوبايه رز. الرز طبعا بيبقى مش غسلاه عشان عايزه النشا بتاعه. هنيجي مجلباه بقى تجلبه حلوه كله كده مع بعضه، وهنوطي عليه خالص. بس كده هنيجي بقى مجلباه التجلبه الحلوه دي، ونيجي موطيه عليه خالص. هتلاقيه زي العسل في ايديك. طريقته سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت لما بتغسلهوش النشا بتاع الرز ذاته بيخليه سميك وحلو. هنيجي بقى ايه عندك مستكه حطي، لو عندك مستكه خدي كده فص صغنن من المستكه وحطيه. بس كده خلصت والله، كان طالع زي العسل.
عايزه نقول لكم القوام بتاعه تحفه، بصوا عامل ازاي بجد، طالع حلو خالص، والرز طيب وزي العسل. وبعدين النشا لما متغسلوهوش، النشا بتاعت الرز ذاتها بتخليه متمسك في بعضه كده، والقوام بتاعه حلو وطعمه بيبقى حلو خالص. كمان لما تحطيه في التلاجة، انا كده لسه ما كنتش حطيته في التلاجة، انا بس ايه حبيت نوريه لكم، بعد كده هندخله التلاجة. ما عرفتش نجيبه بالكاميرا جامد، كنت عايزه نوريه لكم كده في الاحسن، بس هو كده واضح برضه. فدي الطريقه دي سهله وبسيطه، وبيبقى طعمه زي العسل. جربيه بالكريم شانتيه، التكه بتاعته الحلوه والفانيلي. عايزه تحطي كريمه حطي، بس هيبقى تقيل اكتر معاكي. فهو كده تمام كده مظبوط معايا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، روتين النهارده يكون عجبكم. فاستنوني فيديوهات جديده في رعايه الله. نسيبكم في رعايه الله، مع الف سلام، مع السلامه.